اكتر حاجه بتبوظ الدايت هما الضغوطات الاجتماعيه، وان انا ابقى حاطط توقعات مش منطقيه. الضغوطات الاجتماعيه يعني ايه؟ معظم الناس على فكره من اهم اسباب انها ما بتكملش في الدايت ان كل اللي حواليها بيقولوا لها ما تكملوش في الدايت. يا حبيبتي ما انت حلوه زي ما انت، ما خلاص بقى، ما انت لسه صغيره، ما انت لسه صغير، ما تقعد معانا، احنا كل ما هنخرج مش هتاكل معانا. ده بيعمل ضغط نفسي كبير جدا، واحنا سوشيال بينجز، احنا كائنات اجتماعيه، من اهم احتياجاتنا ان احنا ننتمي. فلو حد حسسني، وخصوصا لو حد قريب مني، حسسني ان انا بقيت غريب وبقيت مختلف ومش منتمي لمجرد ان انا عامل دايت، في الاغلب معظم الناس في الحاله دي بتجيف اب، بتيأس وبترجع تاني تعمل المتعارف عليه. الحاجه التانيه اللي بتخلي معظم الناس ما تعملش دايت او ما تكملش في الدايت، ان احنا حاطين اعتقاد، احنا بنبقى حاسين ان احنا كاننا بنمن على جسمنا، بنعمل حاجه كبيره جدا، انا مبطل سكر ومبطل عيش وقاطع مش عارفه ايه، فمتخيل بقى ان انا المفروض ابقى ايه في اسبوعين او في شهر، او ده انا مثلا سبت الساعه اللي بقعدها بتفرج فيها على التلفزيون ورحت الجيم، فمتخيل ان انا المفروض اعمل فورمه في شهر. التوقعات مش منطقيه، والتوقعات ان النتيجه المفروض تكون سريعه وتكون تحفه وتكون دايما موجوده كل اسبوع وكل يوم، من اهم اسباب الناس ما بتكملش في الدايت.